بوسي ونورة، واو، عبد الله غيث وحمدي غيث، واو، سعاد حسني ونجاة، فنانون أشقاء. يعلم الجمهور ذلك، لكن هناك آخرين لا يعلم الغالبية العظمى من الجماهير أنهم أشقاء، ربما لأن الشقيق الآخر مقل في أعماله أو ترك الفن واتجه لمجال آخر. مثلا الفنانة شويكار لها شقيقة عملت بالفن وقامت بعدة أدوار، والفنانة فاطمة مظهر لا يعرف إلا القليل أنها شقيقة الفنان أحمد مظهر، والفنان عبد الوارث عسر له شقيق يعمل في الفن، وكذلك الفنان والمطرب محمد فوزي له شقيقتان تعملان بالفن وهما هدى سلطان والفنانة هند علام، وشادية لها شقيقة عملت بالفن. في هذا الفيديو نعرض الفنانين الأشقاء في السينما المصرية. شويكار معروفة بالطبع، أما شقيقتها فهي شاهينة الصقال التي شاركت في أفلام خلي بالك من زوزو، واو، شباب مجنون جدا، واو، مطاردة غرامية، وتميزت بملامحها الأوروبية واستمرت مسيرتها الفنية 10 سنوات أثمرت 19 عملا. وتزوجت من الموسيقار حلمي بكر، وأنجبت منه ابنها هشام وتفرغت بعد ذلك لتربيته. شويكار وشقيقتها فاطمة مظهر شقيقة الفنان الكبير أحمد مظهر ولدت في القاهرة يوم 2 من يونيو 1943، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية ثم بكالوريوس الفنون المسرحية. بدأت مشوارها الفني وهي لا تزال طالبة جامعية، ورفض شقيقها عملها بالفن إلا أنها لم تلتزم برأيه وبالفعل عملت بالتمثيل أثناء دراستها، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الستينيات، ومن أبرز الأعمال التي قدمتها مسلسل القاهرة والناس الذي حققت من خلاله شهرة واسعة، وحقق دورها نجاحا كبيرا كما لمعت بعد ذلك في العمل النقابي. أحمد مظهر وشقيقته فاطمة. يعرف الجمهور جيدا الفنان عبد الوارث عسر نظرا لأدواره الكبيرة في أفلام سلامة، واو، عايدة، واو، دموع الحب، واو، يوم سعيد، واو، حب في الظلام، واو، شباب امرأة، مع تحية كاريوكا، واو، صراع في الوادي، واو، الأستاذة فاطمة، مع فاتن حمامة. لكن الفنان حسين عسر شقيق عبد الوارث لم يحظى بنفس شهرة شقيقه، وولد حسين عسر في 9 من يناير 1903 بحي الجماليات، أحد أحياء القاهرة القديمة، لأب يعمل محاميا، وقد حرص الأب على تعليم أبنائه القراءة وتجويد القرآن، فظهر ذلك واضحا على أدائهم الفني. وكانت بداية حسين الفنية عندما شارك مع الفنان بشار واكيم عام 1926 في أحد المسرحيات، ثم شارك في أول عمل سينمائي له وهو فيلم زينب 1930 إخراج محمد كريم، ثم شارك في أفلام ليلي بنت الأغنياء 1946، زينب 1952، حسن ونعيمة 1959، أدهم الشرقاوي 1964، حكاية من بلدنا 1969، الأرض 1970، أفواه وأرانب 1977، بريق عينيك 1982، ورحل في 22 من يناير 1987 عن عمر يناهز 84 عاماً. 20 من ديسمبر عام 1970 بدأت مشوارها الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين عبر مشاركتها بأدوار صغيرة خلال المسلسلات التلفزيونية، واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1995 مع الفنان نور الشريف، وفي عام 2010 عينت كمسؤولة إدارة تسويق البيت الفني للمسرح المصري. هي ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن، وهي الشقيقة الكبرى للممثل شريف سلامة، متزوجة من المخرج عادل أديب، شقيق الإعلاميين عماد الدين أديب وعمرو أديب. أما شقيقها شريف سلامة فهو من مواليد 12 من يوليو 1979، ومتزوج من الممثلة داليا مصطفى،
وله عدد من الأعمال الفنية منها أفلام درس خصوصي، دم الغزال ومرجان أحمد مرجان، ولمع أيضا في مسلسلات مثل حضرة المتهم أبي وأرض الرجال وعائلة عابدين. حسين رياض بدأ حياته الفنية بالعمل بعدة فرق مسرحية، وعمل مع فرقة الريحاني، ومنير المهدية، وعلي الكسار ويوسف وهبي وفاطمة رشدي. أما مسيرته في السينما فقد بدأت منذ كانت السينما صامتة، وقدم أفلاما رائعة وتوفي عام 1965. أما شقيقه فهو الفنان الراحل محمد فؤاد شفيق، المعروف باسم فؤاد شفيق. ولد فؤاد في حي الجمالية، وحصل على شهادة الكفاءة من المدرسة السعيدية عام 1919، ثم عمل في بداية حياته كاتب حسابات بقسم الري بحكومة السودان، وبقي هناك ما يقارب 10 سنوات. تزوج خلالها هناك، بعدها عاد إلى مصر وانضم إلى فرقة جورج أبيض. في نهاية الثلاثينيات دخل فؤاد شفيق عالم السينما عندما قدمه يوسف وهبي من خلال فيلم الدفاع، ثم عمل في أفلام عديدة منها نشيد الأمل، كما عمل في العديد من المسرحيات منها سكة السلامة، ألف ليلة وليلة، ومن أهم أعماله المجد الخالد ونشيد الأمل وأنا طبعي كده وشيء من لا شيء والدكتور وانتصار الشباب. في نهاية الفيديو لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.